صباغة طبيعية باللون الأسود كتعطي لون رائع بالإضافة لتغطية الشيب، بالإضافة لتقوية تكثيف وتطويل الشعر. وصفة أكثر من رائعة، مكوناتها رائعة، كتغذي لنا الشعر ديالنا بطبيعة الحال. بالنسبة للشعر اللي جاف كتنعمو. هاد الوصفة جد خطيرة البنات، إلا داومتوا عليها إن شاء الله غتعطيكم نتائج اللي جد رائعة. باش ما نطولش عليكم، لأول مرة كيشاهد قناتي يشترك فيها ويفعل الجرس. والبنات القدام شكرا لكم، شكرا لكم على التعليق ديالكم زوينه، وشكرا للتفاعل ديالكم. بسم الله ونبداو على بركه الله. اول مكون عندي هنايا غادي نحتاجو ملعقه كبيره من زريعه البصل او لا بذور البصل بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه، بذور البصل مطحون. وعندي الحبة البركة، يعني ملعقة كبيرة من حبة البركة مطحونة. بالنسبة لهاد المكونات البنات كيلونوا لينا، كيغطيو لينا الشيب، كيلونوا لينا الشعر، بالإضافة للتقوية البنات غيولي شعرك طويل وقوي، وإلا عندك تساقط غادي تخلصي منه تماما. وعندي هنا ملعقة من رجل الأسد، رجل الأسد مطحونة، أنا جبتها مطحونة، يمكن لكم تجيبوها عادية وتطحنوها. أنا هنا خديتها مطحونة. انا وليت كنجيب الصراحه داكشي مطحون باش يسهل عليا انني ندير الوصفه ونستافد منها، احسن ما نبقى عاكزه على انني نطحن المكونات. وهذا من الافضل خذوا الحاجات مطحونين باش يسهل عليكم حتى نتوما. عندي هنايا الشاي الاسود، غادي ناخذ تقريبا ملعقه من الشاي الاسود. بالنسبه لهاد الصباغه البنات راه كتبغي المداومه، ضروري من المداومه. وهنا عندي الفاخر او الفحم مطحون كيف شفتوا. غادي ناخذ ملعقه تقريبا ديال الفحم. وبالنسبه اللي عندها اوراق السالميه او الميراميه تضيف ملعقه مطحونه. انا ملي بغيت نديرها لقيت راسي تسالات ونسيت ما جبتهاش، لاني كنستعملها بزاف، كتغطي الشيب بواحد الطريقه اللي عجيبه البنات. الا متوفره لكم ديروها. ملعقه من الميراميه او السالميه كذلك تكون مطحونه. وصافي غادي نخلط هاد المكونات هادو جيدا مع بعضياتهم، ولكن كيبان لي هاد البول صغيور ما غاديش يخليني نحرك المكونات جيدا. غادي نحاول نبدل هذا ونكمل معكم باقي الوصفة ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي تيسولوا على الصباغه باللون البني، باللون الاكاجو او اللون الاحمر، راني حطيتها لكم، غنخليها لكم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت، اولا كتبوا سمارة فلوغ وغادي ندخلوا غادي نتلقاو الفيديوهات اللي انا منزله لكم. هنايا غادي نضيف تقريبا واحد زوج معالق كبارين ديال زيت حبة البركة، جوج معالق كبار ديال زيت حبة البركة. انا هنا درتو في هذا البول صغيور، هو باش غادي ناخذ به العبار بالنسبه لزيت البركه. وبالنسبه المكون يعني الاخير، هاي عندي هنا ملعقتين من زيت حبة البركة. وغادي نضيف زيت اخر اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون رائع البنات للشعر، وحتى بالنسبه للبشره راه زوين ليها الا كان زيت الزيتون البكر بدون ملح بدون اضافات. صافي غادي نضيف هنايا زوج ديال ما يعادل نصف كأس ديال زيت الزيتون. غادي ناخذ جوج عبوات من هاد البول، غناخذ منه زوج ديال زيت الزيتون. هنايا هاد القرعه مازال ما استعملتهاش، ما بغاش تفتح عليا. غادي ناخذ جوج، وغادي نزيد بول اخر ديال زيت الزيتون. راه سبق لي شاركت معكم الصباغه باللون الاسود وعجبات بزاف البنات، كذلك دخلوا لقناتي وغادي نتلقاوها.
دابا غادي نخلط هاد المكونات هادو، غادي نخلطهم جيدا. وبطبيعة الحال هاد الخليط هذا ملي غادي نخلط مزيان غنعاود نديرو على كاسرول، نديرو في الكاسرول ونديرو على نار وكنخليه 10 ديال الدقائق. شوفوا كيعطي واحد اللون واعر البنات. واللي عندها القشره راه غادي تتخلص منها، اللي عندها تساقط الشعر كذلك غادي يتوقف ليها تساقط الشعر، اللي عندها الشيب غادي تتخلص منه ان شاء الله نهائيا. الا داومتي على هاد الوصفه دائما ودرتيها دائما راه غادي تخلصي منه. هنايا المهم غادي ندير على نار وعاد غادي نوريكم الطريقه والمده ديال الاستعمال، شحال غادي نستعملوه من مره والطريقه بطبيعه الحال. صافي انا هنايا درت هادشي في الكاسرول، غادي نديرو على النار وكيف قلت لكم غادي نخليوه 10 ديال الدقائق. شفتوا انا كنخلط مزيان باش ما يبقاش يلصق لي. شفتوا ها هو خليته 10 ديال الدقائق ومن بعد كنخليوه ليله كامله. من بعد ما خليناه على نار 10 ديال الدقائق كنحيدوه من على النار وكنخليوه ليله كامله هاد المكونات في هاد الزيت هذا. وبطبيعه الحال ملي كيدوز داك النهار كنجيبو مصفات ولا شي هذا طرف ديال الثوب باش غادي نصفيو. انا خديت هذا غادي نصفي بيه باش ما يبقى ليش هذوك باغيين غير الزيت بوحدو، يعني حنا بغينا غير الزيت ما بغيناش دوك الحبيبات هكا كنديروهم لشعرنا باش يسهل علينا اننا نغسلو شعرنا ويسهل علينا ان اللون يقبط لينا. صافي هنا من بعد ما صفيت الخليط ديالي بطبيعه الحال كنضيفوا له كنضيفوا حبات ديال القرنفل البنات، حيت هذا الخليط راه غنبقاو نستعملوه 2 مرات في الاسبوع. يعني 2 مرات في الاسبوع كنبقاو نديرو هاد الوصفه هادي، نبقاو نديروها كل اسبوع 2 المرات، كل اسبوع 2 المرات حتى نحصلوا على اللون اللي بغينا. وديك الساعه نقدروا نوقفوا الوصفه ان شاء الله، راه كتعالج الشيب. هنايا غنزيد هاد الحبات ديال القرنفل ونخليهم يطلقوا لي في الشعر في الزيت ديالي. وفين ما نديرو نطبقوه على شعرنا راه كيخلصنا من التساقط، وراه كلكم عارفين القرنفل والفوائد ديالو. وبالنسبه شحال المده اللي غنخليوه في الشعر ديالنا، ملي نفزقوا الشعر ديالنا والفروه والشعر بالكامل كنديروا له هذا الزيت وكنخليوه نص ساعه البنات. وممكن تعرضوا لاشعه الشمس هكا باش اللون كيتفاعل مع اشعه الشمس وكيعطينا اللون. واحد نص ساعه نتعرضوا لاشعه الشمس البنات. صافي وكنديروا كنديروها كيف قلت لكم 2 المرات في الاسبوع وان شاء الله غتعطيكم نتائج زوينه. واللي جربات وعطاتها نتيجه ما تنساش دير لي لايك وتبارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائده وتزيد العائله ديالنا تكبر. وفي امان الله، السلام عليكم.